مش معنى ان انت تجيب التارجت ان انت تترقى. عشان تترقى بقى لازم يكون عندك كومبينيشن من 5 حاجات. فلو ما قدرتش تبني تراست وتبني الرابور دوت معاهم you will not go anywhere. لازم حضرتك يكون عندك الانترست في الماده العلميه. الشغلانه دي من اكتر الشغلانات اللي فيها ريجكشنز، واكتر الشغلانات اللي فيها ابس اند داونز. لو مش هتعرف تتكيف مع الريجكشن ومش هترجع لورا من اول الريجكشن، لان عاده يو جيت يس بعد 7 ريجكشنز. لو عندك ميكس من ال5 حاجات اللي انا قلتهم دول، ده هيزود البروبابيلتي ان انت تنجح في السيلز. هل انت بتبقى موتيفيتد لما تحقق التارجت؟ هل انت عندك نوع من الانترنال كومبتitiveness ان انت مش حابب ان حد يبقى احسن منك، عايز تشوف الناس اللي حواليك تعملوا ايه وعندك دافع ان انت تسبقهم؟ انت المفروض تبقى المرجع بتاع الدكتور بتاعك. فانت من الاخر لازم تكون عارف تجاوب على كل حاجه. هتعمل كده هتنجح. هتعمل حاجه تانية انت ماشي في سكه انت بقى مسؤول عن قراراتها، ودي قناعاتك الشخصيه، مش هقدر اقنعك ان هي صح او غلط، بس اللي انا بقوله لك انا جاي لك من المستقبل خالص. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا في كارير هاكس اهم سؤال بنسال عليه دايما واهم كارير بنسال عليه دايما، الا وهو كارير السيلز فارماسيوتيكال. معانا النهارده وفي ضيافتنا دكتور احمد معوض، واحد من الاميننت فيجر في مجال السيلز فارماسيوتيكال في مصر وكمان بره مصر. مشرفنا النهارده وان شاء الله تتابعونا هتستفيدوا جدا. هنعرف كل ما يدور في بالكم من اسئله عن السيلز فارماسيوتيكال. دكتور احمد ازي حضرتك؟ صلاح ازيك عامل اخبار حضرتك ايه؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. واحنا اكتر جدا يا فندم، منورنا ويعني سعداء جدا ان احنا عرفنا نخطف حضرتك كده من وقت شغلك ان تكون موجود معانا. دكتور احمد بيس، يعني قبل ما نبدا اسئلتنا، ناس كتير طبعا تعرف دكتور احمد معوض، يعني اشهر من نار على العالم زي ما بيقولوا يعني، بس خلينا نعمل بريف انترودكشن كده عن الكارير هيستوري بتاع الدكتور احمد للناس اللي لسه اول مره تتعرف على حضرتك. طيب انا احمد معوض، انا خريج صيدله القاهره. انا كارنتلي بشتغل الرير ديزيز بزنس يونت دايركتور في استرازينيكا. انا لما اجي بعرف نفسي بقول 2 3 4 5. 2 ده اللي هو انا تقريبا بقالي فوق ال2 ديكيدز بشتغل شغلانه في توب 3 مالتي ناشونال كومبانيز. بدات في نوفارتس، بعد كده روش، وكارنتلي انا في استرازينيكا بقالي تقريبا فوق ال4 سنين. اشتغلت في فود برنت في تقريبا اجزاء مختلفه من العالم، في افريقيا واسيا واستراليا وامريكا الشماليه، وفي 5 ثيرابي ارياز اللي هو تقريبا نيمت. انا تقريبا اشتغلت كل حاجه ما بين البرايمري كير والسبيشالتي، يعني تقريبا بالمناصفه ما بين البرايمري كير والسبيشالتي. يعني انا متجوز وعندي 3 اولاد وكده. دكتور، هو البروجرام بتاعنا او البودكاست مبني على فكره ان احنا بننقل ريل اكسبيرينس لزمايلنا الاصغر سنا مننا، واللي بيجي دايما اسئله كتير. حبينا نبدا البروجرام مع حضرتك عشان ده زي ما بيقولوا كده القطاع الاكبر من الشباب محتاج يخش شركه ادويه، فتبقى دايما اول حاجه بتيجي في دماغه ان هو يترقى يبقى ديستريكت مانجر، والعدد الكبير والفرص الاكتر بتبقى في الحته بتاعه السيلز. بس الفكره كلها جت من سؤال انا وقفت عنده كتير. جالي زميل بيقول لي دكتور احمد انا شاطر وبعمل تارجتي كويس جدا، فانا عايز ابقى ديستريكت مانجر، هل هو ده الكارير اسبيريشن المناسب ليا ولا لا؟ وجي بعديه واحد تاني قال لي انا بحقق تارجتي وبرضه بحب شغلانه الماركتنج دي، وبيطلعوا مؤتمرات وشكلهم حلو، وبحب اقرا ميديكال وبعرف امسك الترايل واحللها، فبرضه ينفع امشي ميديكال، فانا مش عارف ايه الكارير اسبيريشن. ففكره البروجرام جت من هنا، ان احنا نساعد زمايلنا ان هم يعرفوا الكارير اسبيريشن. فلو هنبدا بالحته بتاعه السيلز، ازاي ان انا كمندوب اعرف اصلا ان انا موهوب في الحته بتاعه السيلز؟ هل بس ان انا بجيب تارجتي ولا في حاجات تانية يعرفوها؟ طيب خلينا نبقى متفقين ان انت اصلا هايرد عشان تجيب التارجت، فانت بتجيب التارجت دوت البيزك ريكويرمنت، مش هتروح اي حته من غير ما تكون بتجيبه. تمام. فده مش معنى ان انت بتجيب التارجت ان انت تترقى. حلو جدا. حلو. طيب عشان تترقى بقى لازم يكون عندك كومبينيشن من 5 حاجات. ال5 حاجات دولت منهم 2 سكيلز وواحده انترست و2 تريتس فيك كشخص. نبدا باول حاجه فيهم في السكيلز دي، وهي الكوميونيكيشن سكيلز. والمقصود بيها ان انت يكون عندك قدره على تحضير ماده علميه كومبلكس وتكون كومفورتبل وانت بتبريزنتها للناس بطريقه persuasive.
الحاجه الثانيه هي ريليتد لقدرتك على بيلدينج الريليشن شيبس مع الهيلث كير بروفيشنالز عن طريق التراست والرابور، لان الشغلانه معتمده نجاحها جزء كبير جدا على الانتر اكشن مع الهيلث كير بروفيشنالز. فلو ما قدرتش تبني التراست وتبني الرابور دوت معاهم you will not go anywhere. البارت الثالث وهو الانترست. لازم حضرتك يكون عندك انترست في الماده العلميه. تيجي تقول لي لا اصل انا بحقق التارجت ومن اين تؤكل الكتف وبتاع كده، انت عمرك هيبقى قصير في الشغل. فبما ان اغلبيه السيلز في الاندستري بتاعتنا بيبقوا عندهم ساينس باك جراوند ايرسبكتيف بقى، سواء كانت علوم او صيدله او طب بيطري او طب بشري او وات ايفر، فلازم حضرتك يكون عندك الانترست في الماده العلميه. نيجي على اخر حاجتين اللي هم ريليتد للتريتس. نمره واحد، لازم يكون عندك ريزيلينس وادابتابيلتي. الشغلانه دي من اكتر الشغلانات اللي فيها ريجكشنز، واكتر الشغلانات اللي فيها ابس اند داونز نتيجه التارجت شهر يجي وشهر ما يجيش. فحضرتك لو مش هتعرف تتكيف مع الريجكشن ومش هترجع لورا من اول الريجكشن، لان عاده يو جيت اياس بعد 7 ريجكشنز. لو قدرت تستحمل 7 ريجكشنز من دكتور مش هيكتب لك، موست بروبلي في الثامنه هو هيكتب لك. وفي الابس اند داونز بتاعه تحقيق التارجت لو عرفت الدنيا جايه منين، وهنا بقى ارجع للحته الثانيه اللي هي من اين تؤكل الكتف وقفل السايكل، لازم تكون صبور وعارف هي بتتعمل ازاي. البارت الاخراني هو التريت بتاعه الجول اورينتيشن، ودي بتبقى يا اما عندك يا مش عندك. هل انت بتبقى موتيفيتد لما تحقق التارجت؟ هل انت عندك نوع من الانترنال كومبتيتيفنس ان انت مش حابب ان حد يبقى احسن منك، عايز تشوف الناس اللي حواليك تعملوا ايه وعندك دافع ان انت تسبقهم؟ لو عندك ميكس من الخمس حاجات اللي انا قلتهم دول، ده هيزود البروبابيليتي ان انت تنجح في السيلز. لكن ان انت تكون بتحقق تارجتك بس، ده بيسك وما ينفعش نتكلم غير لما يكون حاصل. ده طبيعي. بس يا دكتور، في كلام كتير من اللي حضرتك بتقوله، انا يعني خليني بقى اخد طرف الزميل اللي بيسأل. هم شايفين ان الكلام ده مش دور الديستريكت مانجر. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان احنا نعمل persuasive communication ونعمل مادة علمية قوية عشان نقنع بيها اللي قدامنا. انا فاهم البورت، بس انا هتكلم بلسان حد زميل يقول لك ما دي مش شغلانتي، دي شغلانه البرودكت مانجر، هو اللي بيعمل محاضره، هو اللي بيعمل ماتيريالز، هو اللي هيقف يشرح، او بتاع الميديكال. الجزء الثاني فكره ان هو يبقى عنده ميديكال باك جراوند يتكلم بيه. في السوق بتاعنا ساعات كتير بيتقال اللي بيشتغل سبيشاليتي زي الكارديولوجي او الانكولوجي هو بيبقى الدكتور بتاعه حابب يساله ويختبره، فلازم يبقى عنده المعلومه الميديكال. الباقي مش هقول ان هو ما بيتكلمش، بس في جمله بتقال انت الخبير بتاع الدواء بتاعك. هو بيبقى عارف المعلومه بتاعت الدواء، الدوز بتاعته، سعره، عدد الاقراص، ما بيخشش في السيرابي اريا قوي عشان ما بيسالش فيها كتير. وفي بعض السبيشاليتيز بدون ذكر الاسماء يتقال ان هم في الاخر هم مش بتوع علم، هم بتوع ان الدواء كويس خلاص يلا هنكتبه في ريليشن قويه مع المندوب او مع المدير، فبيكتبوا عشان خاطره او عشان خاطر الشركه. فانت مع او ضد هذه المقولات؟ للاسف ضدها. ليه؟ خلينا نقول ان كل واحد فينا ككروس فانكشنال تيم بنشتغل عشان ننجح الدواء ليه دور، بس البارت الاساسي بتاع الكاستمر انتر اكشن هو الرول بتاعك انت كميديكال ريبريزنتيف. انت المفروض تبقى المرجع بتاع الدكتور بتاعك، انت من الاخر لازم تكون عارف تجاوب على كل حاجه، سواء الموضوع ده كان ميديكال برودكت وات ايفر هو شكله ايه، انت الريفرنس. والله لو عرفت تأدي هذا الكومبلكس رول جيفن الخمس حاجات اللي انا لسه قايلهم في النقطه اللي فاتت، انت كده هتبقى واحد متفرد. عايز تهتم بالحته بتاعتك، تعرف دوز وتعرف حاجه هو الدكتور اصلا ممكن يطلعها من على الانترنت وتبني رابور، يا دكتور ازاي حضرتك انا بفكرك بالدواء الفلاني ولا العلاني. ده عكس اللي انا قلته تماما من بيلدينج رابور وجول اورينتيشن وبين كومفورتبل مع بيلدينج الميديكال نوليدج قويه، وحته بيلدينج تراست ورابور مش علاقات. العلاقات اللي لوحدها دي
في مندوب بتلاقيه وهو ودكتور علاقتهم حلوه جدا بس ما بيكتبلوش حاجه. هي تراست ورابور. واخر حاجه قدرتك على الاورال او البرسويسيف كوميونيكيشن. هتعمل كده هتنجح. هتعمل حاجه تانية انت ماشي في سكه انت بقى مسؤول عن قراراتها، ودي قناعاتك الشخصيه، مش هقدر اقنعك ان هي صح او غلط، بس اللي انا بقوله لك انا جاي لك من المستقبل غلط. طيب حضرتك قلت لنا دلوقتي اعرف ازاي ان انا موهوب في السيلز. طيب اعرف ازاي ان ده الاسبيريشن اللي انا محتاجه، ان انا محتاج ابقى ديستريكت مانجر في يوم من الايام مش شغلانه تانية؟ طيب عشان تعرف ازاي انت موهوب في السيلز لازم نيجي نتكلم مع بعض كده عن ايه الحاجات الاساسيه اللي بيعملها السيلز مانجر عشان تعرف تقيس على نفسك انت هتنجح ولا لا، او بتحب ده او لا، او تقدر تعمله ولا لا. فخلينا نقول ان على 3 ليفلز السيلز مانجر المفروض ان هو بيمانج سيلف نفسه هو بعد ما ترقيت وخدت الكرسي الجديد ده مبارك لك وبتاع، بس في حاجات حضرتك لازم تعملها على نفسك، وفي حاجات لازم تطبقها على التيم، وفي حاجات لازم تطبقها على البيزنس والكاستمرز. طيب نبدا الاول بنفسك. لازم يكون البارت بتاع السيلف ده فيه 3 حاجات اساسيه لا تتجزأ، ما ينفعش ما تبقاش عارفها. اول واحده فيهم معرفتك بالكونسبت اللي اسمه سيتويشنال ليدرشيب، بمعنى ان مش في كل موقف هتتصرف كليدر زي الموقف التاني. في 6 هاتس مختلفين لازم بتعرف تكون تلبسهم، لان اكوردنج للسيتويشن حضرتك هتتصرف في الموقف. فبالتالي حته السيتويشنال ليدرشيب دي لازم تكون قاري عنها وفاهمها، والموضوع محفوظ. في الموقف الفلاني تعمل كذا، في الموقف الفلاني تعمل كذا. طيب تاني حاجه هتعملها لنفسك بعد حته السيتويشنال ليدرشيب دي حاجه ريليتد للكوتشنج سكيلز، ان انت ازاي هتقعد مع نفسك وتحضر بنك من الاسئله يخليك لما تيجي تتكلم مع الناس التيم بتاعك بتكون بتسال الرايت كويستشنز او الريليفنت كويستشنز، وفي نفس الوقت يكون عندك من اكتف ليسننج. حضرتك مش عشان بقيت المدير مبروك انت اللي هتبقى مسيطر وتعمل كل حاجه، لا، ما هو في جزء تاني حضرتك ايه لازم بترسل وتستقبل، فلازم يكون عندك اكتف ليسننج كده عشان تعرف تدرب نفسك ازاي تسمع كويس عشان تعرف تريسبوند كويس. الجزء الثالث والاخير على النفس وهو تحضير نفسك ان انت تريسيف الفيدباك. في ناس كتير قوي لما بيلبس العبايه بتاعت انا المدير خلاص هو مش مستعد يعمل اي حاجه تاني، واي حد بيقول له فيدباك مش كويس ده دول حقودين دول وحشين دول كذا. لو حضرتك ما دربتش نفسك ان انت تريسيف فيدباك، واغلبيه الفيدباك دوت يكون من التيم بتاعك، وما يكونش عندك غضاضه ان انت تاخد فيدباك من ناس اصغر منك سنا، لان ما حدش فينا منزه عن الخطا. فلو قدرت تعمل ال3 حاجات دول وهم قابلين للتعلم، يعني ما فيهمش كيمياء، سيتويشنال ليدرشيب هتقراها، البارت بتاع الكوتشنج سكيلز واسكينج ريليفنت كويستشنز والاكتيف ليسننج برضه تقراه وتتعلمه، واخيرا البارت الاخراني اللي ريليتد ريسيفنج الفيدباك برضه ممكن يتقبل تتعلمه، بس لازم تبقى عارف تعمل ايه. فدول 3 حاجات بيزك بتعملهم مع السيلف عشان تضمن اللونج تيرم سكسس بتاعك. طيب في حاجتين اساسيتين بتعملهم مع التيم. الجزء الاولاني التيم هايرنج والسلكشن بتاع الجود كانديديتس، وده حاجه مهمه جدا 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 ان انت ما تقعش في تراب ان انت تجيب الناس اللي شبهك. انت ليك في الكوره صح؟ مفيش تيم بيبقى كله مدافعين ولا كله مهاجمين ولا كله خط نص. لازم تبص نظره عامه على التيم بتاعك كده، ايه السيت اوف سكيلز اللي موجوده فيه وايه الحاجات اللي ناقصه، فبالتالي في الهايرنج الجديد اللي انت هتعمله تكون بتدور على هذه المجموعه من السكيلز اللي ناقصه عشان تخلي الاوفرول سكيل باكج بتاعه التيم بتاعك اكبر. وبالمناسبه الدايفرسيتي هي اللي بتؤدي لتحقيق ريزلتس احسن. طيب الحاجه الثانيه في البارت اللي ريليتد للتيم، انت بعد ما عملت جود سيلكشن ومليت الفيكنسيز اللي عندك لازم تعمل البارت بتاع التيم ديفلوبمنت. طب هو التيم ديفلوبمنت في ابسط صوره هو ايه؟ هو قدرتك على ان انت تايدنتيفاي ايه هي السترينثز والاريا فور ديفلوبمنت بتاع كل واحد من الناس بتوعك، واكوردنجلي
بتعمل له اكشن بلان او ديفلوبمنت بلان، الحاجات القوي فيها هيتحسن فيها ازاي، والحاجات اللي مش عنده هنحسنه فيها ازاي. ريفيرنج للسؤال اللي انا قلته لك اللي هم الخمس حاجات اللي كانوا في اول نقطه عايزين نشتغل عليهم، دول البيزك كده اللي هم الاي بي سي او الالفابت يعني. طيب الجزء اللي بعد كده وهو ريليتد للبيزنس. طيب والبيزنس ده فيه 3 حاجات اساسيه لازم نبص عليها. اول حاجه هو البيزنس اكيومن، يعني حضرتك لازم يبقى عندك اندرستاندنج للتريتوري اللي انت بتشتغل فيها، الثيرابي اريا اللي انت بتشتغل فيها، مين هم الكومبيتيتورز، وقدرتك على انالايزنج السيتويشن ده. الحاجات دي مع بعض كده نقول عليهم هي البيزكس بتاعه البيزنس اكيومن اللي هو لازم يبقى موجود عندك عشان تعرف تبرفورم. الحاجه الثانيه لازم تحط بلان وتعمل لها اكسكيوشن، حتى البلان دي مهما كانت افريج يو شود هاف ا بلان، والبلان دي فيها كي بي ايز اللي هتقول ان انت ماشي في الاكسكيوشن في السكه الصح او ماشي في السكه الغلط. ثالث حاجه وغلطه بيقع فيها اغلبيه المديرين هي الكاستمر هاندلنج، يقول لك انا بعد ما اترقيت بقيت سيلز مانجر، لا انا شغلانه الكاستمر هاندلنج دي بتاعت المندوب. لا، لازم تبقى مستعد لحته الكاستمر هاندلنج، عشان في اوقات ممكن الزميل الراب بتاعك يعطل فيها، ساعتها انت تعمل ايه؟ لازم انت تتدخل، لازم تخش تتدخل وتساعد. عارف انت الكلمه الشهيره بتاعت ايه؟ لا هات لي مديرك. فانت بقى لما نزلت كمدير هتحل السيتويشن ازاي؟ لازم تبقى مدرب نفسك على الليفل بتاع الكاستمر هاندلنج ده بيوند الحته بتاعت كونك كمندوب. بس فده سيمبلي لو عرفت ازاي تتصرف في الثمان 9 حاجات اللي انا قلتهم دولت على السيلف مع التيم مع البارت بتاع البيزنس والكاستمرز، ده البيزكس اللي يخليك هتاخد ستيبس لقدام عشان تبقى مدير ناجح. حلو جدا يا دكتور. انا دلوقتي شايف نفسي عندي اغلبيه الحاجات دي، واتفتحت بوزيشن او اتفتح اسسمنت في الشركه، حضرتك انا قدمت والكي بي ايز او الريكويرمنت اللي هم طالبينها تنطبق عليا، وعملت الاكسرسايز بتاعي بنفسي اللي بنسمعه كتير، وجبت كيس ستاديز كتير وذاكرتها، ورحت لمديري قلت له تنصحني بايه قبل ما اخش الاسسمنت. اكيد المدير مش هيغششه الاسسمنت لو كان هو في البانل اصلا. فلو حضرتك المدير ده وجاي لك زميل ريب بيقول لك احنا في اسسمنت وانا اشتغلت على كذا وكذا وكذا فيا، واعمل ايه قبل الاسسمنت، حضرتك تنصحه بايه؟ طيب هو السؤال ده is a very tricky question، بس انا عايز ارجعه لاصله اللي هو علشان تخش وتبقى مستعد ان انت تترقى لازم تتوافر شويه عوامل كده ان انت اشتغلت فيهم الشغلانه. قلنا البيزك بتاعتهم ان انت تكون محقق التارجت. تمام. طيب ال3 عوامل دولت هو بيقول ان العلم بيقول ان انت في اي شغلانه لما تيجي تشتغلها الامباكت اللي هيعمل لك ديفلوبمنت ويخليك تترقى بيبقى واقع في 3 كاتيجوريز. الامباكت بتاعهم بالظبط كده 70 20 10. الكاتيجوري الاولى اللي هي 70 اسمها اكسبيرينس، والكاتيجوري الثانيه اللي هي 20% من الديفلوبمنت اسمها اكسبوجر، والكاتيجوري الثالثه اللي هي بتمثل 10% من الامباكت على الديفلوبمنت بتاعنا اسمها اديوكيشن. يبقى بالتالي حضرتك قبل ما تخش الاسسمنت عشان تبقى جاهز ان انت تترقى وانت تبقى عارف عندك الاويرنس ده لازم تكون عرضت نفسك لل3 دول. نبداهم من الاقل اهميه، هو البارت بتاع الاديوكيشن والتريننج بتاع ايه اللي بيتعمل في شغلانه السيلز مانجر دي. نمره 2 اللي ليه علاقه بالاكسبوجر، وزي ما اتفقنا ده بيمثل 10% بس. الاكسبوجر وهو بيمثل 20%، وانا شفت السيلز مانجرز اللي انا شفتهم الناجحين اللي موجودين في الشركه وانا شايفهم اكزامبلز ناجحه، عملت معاهم شادوينج ومنتورنج، مديري هو بيعمل له كوتشنج، او رحت شفت تيمز تانية عملت معاه نتوركينج، ده لازم يكون موجود كبيز. البارت الثالث اللي هو اللي ريليتد بالاكسبيرينس اللي بيمثل 70% على الامباكت بتاع الديفلوبمنت، وهو ازاي اطلب من مديري تاسكات واساينمنتس في الشغلانه اللي هو بيعملها. فبالتالي هو التحضير ان انا اخش اسسمنت ليه مراحل في ال70 20 10 دول تكون بتتعمل من زمان،
وليه مرحله اللي هي بتاعت الكيس ستادي بقى، الاناليتيكال سكيلز، وان انا ازاي اعمل حاجه لونج تيرم بلان يكون فيها انجيجمنت للدكاتره وتكون بتواجه الكي ايشوز اللي موجوده في التريتوري اللي موجوده. فمور ليس هو دوت انا كلمتك على البارت اللي جاي من بعيد، لان هو ده اللي هيبقى الناس بتقع فيه اكتر rather than ان انا احضر كيس واعمل جزء اناليتيكال واشوف الجاب فيها فين. مش هو دوت الاغلبيه الناس اللي بتقع في الاسسمنت بسببه، هي بتقع بسبب الحاجات الثانيه ال70 20 10. فلازم تكون عاملهم من بدري ما بين اديوكيشن وسيرتيفيكيشن وكورسات بتاخدها، منتورنج وكوتشنج وبتعمله ونتوركينج بتعمله مع الناس في الاكسبوجر، تاسكس بتاخدها من مديرك وبتدور حاجات الاساينمنتس اون جوب. هو دوت اللي هيزود اللايف لود بتاعتك ان انت تنجح في الكيس ستادي.